أعلن البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري الجمعة قائمة 26 لاعب للدخول في معسكر إعدادي قبل مواجهتي بوتسوانا ثم موزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026. وسجلت القائمة الجديدة لمنتخب الجزائر عودة النجم يوسف ليلي مهاجم الترجي التونسي، وذلك بعد غياب استمر أكثر من عام وتحديدا منذ نهاية كأس إفريقيا مطلع العام 2024. وفرض يوسف الليلي نفسه بقوة في تشكيلة الترجي التونسي بعد انضمامه للفريق في يوليو الماضي، وأحرز 16 هدف مع 8 مساهمات تهديفية في 27 مباراة بكل المسابقات حتى الآن. وسجلت القائمة في المقابل غياب المهاجم بغداد بونجاح للمرة الأولى منذ سنوات، وذلك بعد أن تراجعت أرقام لاعب نادي الشمال القطري. وشاهدت قائمة فلاديمير بيتكوفيتش حضور سعيد بن رحمة مهاجم نادي نيوم السعودي الناشط في دوري الدرجة الثانية، ومهاجم أونجي الفرنسي حماد عبدالي، وإبراهيم مازا مهاجم برلين. وفيما يلي قائمة المنتخب الجزائري حراس المرمى أنطوني ماندريا، ألكسندر أوكيجا، أكسيل جندوز. المدافعون يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى مندي، رايان أيت نوري، وأحمد توبة، وحجام، وفارسي. أما لاعبي وسط الميدان إسماعيل بن ناصر، نبيل بن طالب، هشام بوداوي، شيبي، بنزية، وعبدالي. المهاجمون رياض محرز، سعيد بن رحمة، يوسف الليلي، أمين قويري، حاج موسى، مازا، واللاعب الشاب شياخة. ويواجه منتخب الجزائر نظيره البوتسواني في 21 مارس قبل ملاقاة موزمبيق يوم 25 من الشهر ذاته، وذلك تحسبا للجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم 2026. ويحتل المنتخب الجزائري المركز الأول في المجموعة السابعة لتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن منتخب موزمبيق بعد 4 جولات.